حبايب قلب ام علاء وعلا، صباحكم فل وهنا، يا صباح التفاؤل، يا صباح الامل، يا صباح الورد. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده فيديو حلو قوي، بس عايزين قبل ما نبدا الفيديو هنصلي على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اهله وصحبه وسلم. كمان حابه ارحب بالناس العسلات، الناس الامارات اللي دخلوا القناه واشتركوا فيها. بقول لكم بحبكم كتير كتير قوي، شكرا جدا ليكم يا حبايب قلبي، ما تحرمش منكم. وكمان اللي اول مره تدخل في قناتي يلا اشتركوا في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وتنضم لعيلتنا ام علاء وعلا. ان شاء الله تبقى احلى قناه معاكم. يلا بينا نبدا الفيديو، فيديو قوي جدا وانا متحمسه ليه يا جماعه. هنشوف النهارده هنعمل حاجات حلوه قوي لكل ست مصريه بتدخل في المطبخ تتمرمط وتتبهدل زي كده. يلا بينا نشوف هنعمل ايه ونتمرمط ازاي. يلا بينا، بس قبل ما نبدا هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى، انا هعمل حاجه حلوه قوي. طبعا انا عايزه اكوي دلوقتي وعندي كوي كتير، فانا طبعا ما عنديش ترابيزه مكوى. هروح في المطبخ كده زي الست الشاطره. مش معنى ما عنديش ترابيزه مكوى اللي انا مش هعرف اكوي بقى حاجه اولادي، لا. رحت جايبه كده جيفرتايه ورحت حطاها كده تانيها وحطها على الرخامه. طبعا لازم تكوني متاكده ان الرخامه بتاعتك ما عليهاش اي حاجه تكون واقعه كده ولا كده، لا تبهدلي الهدوم بتاعتك ولا تبهدلي الملابس وتبقى حالتك حوسه. تبقى بدل ما تيجي تكحليها تعميها. انا نضفت الرخامه بقى وخليتها زي الفل كده، ورحت جايبه الكفرتيه حطاها، وجايبه المكوه بتاعتي. طبعا المكوه دي انا واخداها من جارتي وخدتها ومشيت بيها. جارتي قالت لي خليها معاكي، انا مش محتاجاها دلوقتي خالص. قلت لها لا خديها عشان انا هنقل وماشيه من بيت لبيت. قالت لي انا مش عايزاها يا ام علاء دلوقتي خالص، خليها عندك، دي بتاعت حماتي اساسا وحماتي مش بتكوي بيها خالص، وخليها عندك على طول وقت ما انا عاوزها بقول لك عليا يا ستي، مالكيش دعوه. قعدت اقول لها طب عشان مثلا جوزي ما يتكلمش وعشان ما يحصلش مشاكل. قالت لي لا مالكيش دعوه انت. تمام. رحت حاطه بقى ايه الملابس، ورحت كويه كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وانا واقفه في المطبخ، يعني انا بغسل الهدوم بتاعتي في المطبخ وبكوي في المطبخ وبطبخ في المطبخ. ناقص والله العظيم يعني ننام في المطبخ. المطبخ ده يعني سبحان الله اوضه النوم الرئيسيه بتاعتنا. يعني كل الناس يقول لك اوضه النوم بتاعتي اللي بدخل اقعد فيها واقضي وقت فيها، دي حاسه اللي هي ده بيتي الاساسي اللي انا عايشه فيه المطبخ. ما بلحقش اطلع كده في الصاله او اروح اوضه النوم الا ما ارجع زي الشاطره كده في المطبخ. اعمل حاجه، اعمل محتاجه، اغسل، اطبخ، اكنس، امسح، اشيل، احط، انكت، لحد ما يتهدي حيلي وابقى خلاص عماله كده يعني بلف حوالين نفسي. كده باكو بقى القمصان بتاعت ولادي، واروح مزرره اول زرار تاني زرار على طول، مش اللي في الياقه، تاني زرار، بحيث ما يقعش من الشماعه. تمام. خلصت كوي رحت عينتهم في الدولاب وجيت بقى على الحوض. وما ادراك ما الحوض. شايفين الحوض بتاعي متبهدل اخر بهدله. رحت لميت العيش كده، كنا طبعا قاعدين نفطر. لميت العيش اللي فاضل في الصينيه مطرح الاكل. العيش ده هنشفه ومش هرميه. اوعي ترمي اي حاجه تكون نعمه ربنا. زي ما بنقول كده بالمثل البلدي او المثل المصري، لميها تلمك. حافظ على اللقمه، ما ترميش اي حاجه. خدهم منشفهم، تربي بقى طيور، تبيعيهم. المهم تشحتيهم لجارتك حبيبتك، تكون ليك جاره كده. ربنا يكرمنا يا رب بجارة حلوة، يا رب يا رب. يا ربنا يعوضنا عن الجيران اللي حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، اللي احنا مشينا وسبنا لهم البيت. المهم، لو خدت بالك كنت ماسكة دلوقتي ازازة اللي هي رجل، اللي هي بتاع النمل والصراصير دي. طبعا هي كانت على الحوض، خفت لا تيجي على اي حاجة، قلت عينها كده ايه، ابعدها عن الحاجات دي. طبعا دي حبيبتي، دي ماشيه بقى في البيت وفي الشقه وفي كل حته، والله العظيم اقسم بالله ناقص احط على جسم منها. هتقولوا لي ليه يا ام علاء؟ اقول لكم النمل مبهدلني اخر بهدله. ببقى خايفه يصعب على جسمي لدرجه انا يعني مش عارفه ايه. يا حبيبتي الازازه دي بعد كده انا حاجه اخرج بيها اخرى، حاسه اللي هي ازازه البرفان بتاعتي مش عارفه ليه. المهم ربنا يرحمنا برحمته، قولوا امين. انا مش سامعه، قولوا امين. ايوه كده سمعت. دلوقتي بقى مسكت الكولمان بقى. الكولمان عندي بقاله فترة طويلة، بشوفه كده شطفة كده عادية كده اهو،
واروح مموجاه كده بشويه ميه من قلبه، واروح ملياه وحاطه فيه التلجية. انه بادي بقى، قلت لا بصراحه مطرح ايدين العيال لقيته مش شكله مش حلو، قلت والله لا امسكه ادعك كده ضحكه من اللي قلبك يحبها. واملاه كده، طبعا دي التلجية الحله دي اللي بتبقى فيها التلجية اهيت، هحطها املاها بس الاول كده واحطها في فريزر تاني على ما كل من يتملي براحته. تمام. بخلي بالي يا جماعه والله العظيم انا نظيفه قوي، والله ست نظيفه وست شاطره وزي الفل، زيكم كده بالظبط، كلنا شاطرين وكلنا زي العسل. تمام. ماسكه بقى شويه الاطباق دولت مصبناهم كده عشان يبقى الحوض بتاعي نضيف، عشان لسه موالي موال. شايفين انا قلت الاول اكوي ليه؟ عشان انا لو كنت غسلت الاطباق وغسلت الحاجه اللي في المطبخ وجيت اكوي كنت هعوص الهدوم، الكم بتاعي متغرق، طبعا مش هينفع ان انا اشمر كمي امام التصوير عشان ما يبقاش حرام. فانا قلت ايه، لا هاكل الاول وانا هدومي ناشفه وحلوه وزي الفل كده، وبعدين ادخل بقى على ايه، على الشغل المتين. خلصت مواعين ورحت مفضيه بقى التلاجة وماسكاها. التلاجة دي اقسم بالله انا كنت مهمله فيها زي الكولمان بالظبط. يعني حقك عليا يا تلاجتي والله بجد، انا جيت عليكي ومش عارفه انا اقول لك ايه. المهم هحميكي حمى دلوقتي، خليكي يعني ست البنات، ست التلاجات، ست المهندسات، ده خليكي ست وخلاص. المهم رحت ماسكه بقى مفضيه الاكلات الكتيره قوي اللي هي فيها. طبعا الحاجه رخيصه اليومين دول، كل حاجه متاحه، اللحمه متاحه والفراخ متاحه والسمك، كل حاجه. الواحد من كتر ما الحاجه رخيصه يعني مش عارف يحط في التلاجة ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه. انتوا فاهميني اكيد. يلا الحمد لله رب العالمين. شايفين الطبق الفيلي اللي في الارض ده؟ اقسم بالله العظيم سم فران يا جماعه، اقسم بالله العظيم. حاطه فيه شويه بواقي اكل كده وحاطه عليهم سم فران. انا ماشيه ببودره النمل وسم الفران. انا عندي المبيدات الحشريه كلها، انا ان شاء الله هفتح محل قريب للمبيدات الحشريه. ومش راضي يعني الفار عندي ناصح دم، والله ما راضي ياكلهم ولا راضي يموت، وراعب العيال عندي في البيت. انا نفسي اصور لكم وولادي بيجروا من الفار، اقسم بالله العظيم هيبقى فيديو جامد جدا. ان شاء الله هحاول اخد لكم مقطع وولادي بيصرخوا وطالعين من ماما، كل ما اقول لها ادخلي هاتي لي حاجه يا عل، لا يا ماما الفار. طب ادخل يا احمد هات لي حاجه، لا يا ماما الفار. طب ادخل يا منصور، يا ماما الفار يا ماما الفار. حجه الفار مش عايزين يدخلوا المطبخ، هو المطبخ ده معمول لي انا بس، ما ينفعش يناولوني اي حاجه. المهم عايزه اموت لهم الفار عشان لما اقول لهم ادخلوا هاتي له حاجه من المطبخ الاقيهم يسمعوا الكلام. طبعا هم واخدين حجه وفرصتهم بقى، فرصتهم اللي ما يدخلوش، بس على مين هموته يعني، هموته مش هسيبه الا ما اموت الفار ده. خلصت التلاجة بقى وخليتها نظيفه زي الفل. عايزه اقول لكم حاجه مهمه قوي في الفيديو ده. بعد ما تخلصي التلاجة بتاعتك غسيل وتنضفيها وتخليها زي الفل، هات شويه ميه كده وحط فيهم شويه خل، وامسكي حته قماشه او فوطه مبلوله وطوقي التلاجة كلها مسحها مره. عمر ما هتعمل ريحه تاني، وهتفضل ريحتها حلوه قوي ومخليه لك الاكل كده فريش وجميل كده. الفيديو يكون خلص ومع السلامه.